السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص بقى، قبل اي حاجة انا داخل عليكم النهاردة دخول جامد كده، وده بقى اول فيديو ليا على القناة. يعني يا اما نكمل ونبقى نجوم، يا اما نرجع نستخبى تاني. فعشان نكمل بقى وما نستخباش، عايز دعمكم يا ابطال. عمرك سألت نفسك في يوم من الأيام في وسط زحمة الحياة ومشاغلها دي كلها سؤال مرعب شوية وممكن يطير النوم من عينك؟ سؤال كده بيخبط في ثوابت إحنا متربيين عليها. إيه اللي يحصل يا سيدي لو شركات الأدوية العالمية، الحيتان الكبيرة اللي بتتحكم في سوق الصحة في العالم كله، اكتشفت علاج نهائي وقاطع لمرض خطير؟ مرض من اللي بيحصد أرواح ملايين ومخلي الناس عايشة في رعب. بس تخيل معايا كده إن الشركة دي بعد ما اكتشفت العلاج السحري ده قررت بكل برود إنها تخبيه في الدرج، تقفل عليه بمفتاح وما تقولش لأي مخلوق عليه. والله زي ما بقولك كده بالظبط، وما تبصليش باستغراب. تخيل معايا إن الشفاء اللي ملايين من البشر المقهورة والمرضى بيدعوا بيه كل ليلة وهم باصين للسماء وبيعيطوا من الألم موجود فعلا، وموجود من زمان كمان. بس البزنس يا صديقي، البزنس وحسابات المكسب والخسارة ولغة الأرقام اللي ما بترحمش ليهم رأي تاني خالص. بص يا سيدي، خلينا نتكلم بصراحة ونحط النقط على الحروف، عشان الحقيقة أحياناً بتبقى مرة زي طعم الدواء بالظبط. الجانب الإنساني الفطري اللي جوه أي حد فينا بيقول إيه؟ بيقول إن لو شركة إكس العظيمة عندها دواء في السوق بيعالج شوية أعراض وبيسكن الوجع، وفي يوم من الأيام وفي لحظة تجلي علمي، علمائها العباقرة اللي سهرانين في المعامل ليل نهار اكتشفوا دواء تاني سحري، دواء بيقضي على المرض ده من جذوره وبيمسحه من الوجود في أيام. الطبيعي والمنطقي واللي درسناه في المدارس إن الشركة دي هتطير من الفرحة، هتعمل مؤتمر صحفي عالمي وتبقى بطلة الزمان اللي أنقذت البشرية، صح؟ لا، اقف عندك، انزل على أرض الواقع يا حبيبي. الرأسمالية العالمية ما بترحمش وما بتعرفش لغة الطبطبة. الشركة دي واللي بيديروها من ورا المكاتب الفخمة مش هتنزل الدواء السحري ده السوق أبداً، مستحيل. عارف ليه؟ عشان لازم الأول تعصر كل قرش وتشفط كل دولار من أرباح الدواء القديم اللي شغال وبياكل معاهم عيش. ليه أديك العلاج اللي هيخففك في أسبوع وأنا ممكن أفضل أبيع لك مسكنات تعيش عليها سنين وسنين؟ تخيل معايا حجم المأساة، تخيل كمية الوجع، الدموع، السهر جنب السرير وحرقة قلب الأهالي على عيالهم ومرضاهم. كل ده محطوط في كفة، وفي الكفة التانية مكنة فلوس عملاقة ما بتشبعش عمالة تعد مليارات على حساب ألم الناس. المصيبة الأكبر بقى والكارثة اللي هتخلي مخك يلف حوالين نفسه إن لو الدواء الجديد السحري ده فعال لدرجة إنه بيقضي على المرض تماماً وبيجيب من الآخر، الشركة ممكن تاخد قرار مرعب إنها ما تنتجوش أصلاً. ليه بقى؟ الحسبة بسيطة جداً بلغة البزنس. المريض اللي بياخد دواء وبيخف تماماً هو في نظرهم مش إنسان اتعافى، لأ، ده زبون خسرته للأبد. أيوة، زبون طار من الدفاتر. مفيش مرض، يعني مفيش حد هينزل الصيدلية يشتري دواء كل شهر، يعني مبيعات الشركة هتنزل للأرض، أسهمها في البورصة هتقع، والمستثمرين هيسحبوا فلوسهم، والمصنع العملاق ده هيخسر. شفت قمة القسوة؟ شفت إزاي حياة الإنسان ممكن تتحول لمجرد اشتراك شهري في خدمة مرضية الشركة مصلحتها إنك تفضل مشترك فيها أطول فترة ممكنة؟ بس استنى، اقف هنا ثانية واحدة، خد نفس عميق كده وافصل عاطفتك دي على جنب وتعال نبصلها بعقلانية بحتة ونقلب العملة عشان نشوف الوش التاني اللي ما بنحبش نشوفه. تخيل معايا السيناريو ده، لو الشركات دي فكرت بمثالية وإنسانية مفرطة وبقت زي الجمعيات الخيرية ونزلت العلاج النهائي فوراً وبأرخص الأسعار عشان تنقذ البشرية، المرض فعلاً هينتهي، ودي طبعاً حاجة عظيمة جداً. بس النتيجة الحتمية إيه؟ الشركة هتفلس، هتقفل أبوابها وهتسرح عمالها وعلمائها. طب وإيه المشكلة يا عم ما تفلس في 60 داهية؟ لا، المشكلة يا صديقي كارثية. المشكلة إن الشركات الجشعة دي هي نفسها اللي بتصرف مليارات الدولارات سنوياً على البحث العلمي وعلى المعامل. لو الشركات دي قفلت وفلست، مين اللي هيمول الأبحاث؟ مين اللي هيدفع مرتبات للعلماء عشان يطوروا أدوية للأمراض الجديدة اللي بتظهر وتتحور كل يوم؟ النتيجة إن العالم كله هيدخل في أزمة نقص أدوية مرعبة، المنظومة الصحية العالمية هتنهار، وفي يوم من الأيام فيروس جديد تافه أو مرض بسيط ممكن يظهر ويقضي على البشرية كلها في أيام.
ببساطة عشان مفيش فلوس ومفيش معامل ومفيش شركات قادرة تعمل لنا دواء جديد. الرأسمالية طلعت هي المحرك اللي ممشي عجلة العلم، حتى لو كان محرك قاسي. شفت احنا وصلنا لفين؟ احنا قدام معضلة أخلاقية من العيار التقيل، معضلة حرفياً تدمر العقل وتعمل ماس كهربي في الدماغ. دايرة مقفولة ومتفرغة ما بين الإنسانية اللي بتنزف وبتطالب بالرحمة والرأسمالية المتوحشة اللي للأسف الشديد هي اللي ماشية عجلة الإنتاج. لو انت اخترت الإنسانية المطلقة وقررت توزع الشفاء ببلاش، المستقبل العلمي كله هيتدمر وهنبقى بلا أسلحة قدام أمراض المستقبل. ولو اخترت الرأسمالية والبزنس، الناس هتفضل تتألم وتنزف وتدفع عمرها عشان عجلة الأرباح تستمر وعشان الأبحاث ما تقفش. حقيقي وبدون أي تجميل للكلام، مفيش اختيار أفضل من التاني. الاتنين أسوأ من بعض، والاتنين ليهم ضريبة مرعبة هندفعها من لحمنا ودمنا. السؤال هنا بقى ليك، وبعيداً عن الشعارات الرنانة، يا ترى لو الزمن لفك وبقيت انت في يوم من الأيام مكان مدير شركة الأدوية دي وفي إيدك القرار، هل هتمشي ورا قلبك وتفتح الخزنة وتطلع العلاج النهائي وتنقذ الناس وتضحي بشركتك ومستقبل العلم؟ ولا هتقفل الخزنة ب1000 مفتاح عشان تنقذ شركتك وتضمن استمرار الأبحاث وتمويل العلماء حتى لو التمن هو وجع الناس؟ قرار مرعب صح؟ هستنى رأيك في الكومنتات، لأني بجد أنا نفسي مش عارف الإجابة.